السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شوف، لما يظهر خبر انه كريم بنزيما تعاقداته مع نادي الهلال ب 200 مليون يورو، يعني انت تتكلم عن 800 مليون يورو، 800 مليون ريال. انا اعتقد هذه السبق للعربية هنا قالوا الرقم قبل لا يعلن. شوف، لما تقول انه عقد اللاعب 200 مليون يورو لمدة سنة ونص او سنة، يعني أنت تتكلم عن 800 مليون ريال. أنا أعتقد أن الخبر غير صحيح، لأن هذه الأرقام لا يمكن أن تعطى للاعب عنده 38 سنة. صحيح أن اللاعب كبير ولاعب متميز وهداف ومؤثر، لكنه مثلا عنده نواقص في الجوانب القوة الإعلامية والقوة الناعمة الإعلامية، لأنه ما له فيها، يعني واضح أنه ما له فيها. اثنين، طب لو يقول لك أعطيت الواحد عمره 41، هذاك عاد كريستيانو. أنا أعرف تقصد كريستيانو غير. كريستيانو عنده حاجات ثانية، لكن زي بنزيما، إذا بتقارنه ببنزيما 800 مليون ريال أنا أعتقد أنها كبيرة. هذا واحد. اثنين، حتى لو صارت على سنة ونص. معليش. اثنين، أنت لما تجي للحسابات الهلالية الرسمية ما تعلن من أرقام أنهم يتكلمون أنه ميزانية نادي الهلال مليار و200 مليار و100 وشوي. يعني هل معقول أنه الميزانية هذه اللي مليار و200 أو مليار و100 بياخذ منها بنزيما 80%؟ طيب كيف أنا بصرف على كولوبالي وعلى نيفيز وعلى بونو وعلى سالم وعلى لوبيز ومالكم؟ وين يعني تبين أحد اسمه لوبيز؟ نونز وروبنز وغيره. فأنا كيف بصرف على ذا العالم؟ كيف أنا بصرف؟ فأنا ما أعتقد أن الرقم هذا صحيح. الحاجة الثانية، إذا أنت تقول 800 مليون، ومثل ما أعلن نادي الهلال أيضا، مثل ما أعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال أيضا في الميزانيات، أنه دعم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز 220 مليون. هنا عندي صاير فرق 600 مليون. بس هذا العام. بس 30 علشان كذا أنا أبغى أبري ساحة الناس من الخبر. أنا مستحيل أنه لاعب زي بنزيما يكون عقده سنة ونص ب200 مليون يورو. مستحيل، لأنه ما يستاهل. أنا أثق المصادر الاقتصادية. أنت تثق، أنا بالنسبة لي أنت مستبعدها لأني أنا أعطيك أرقام المبلغ. لا مو بالكبر. أنا للأرقام اللي قدامي، الهلال معلن رسميا ان ميزانيته مليار وشوي. هذا الماضي يا ياسر. اسمعني طيب، قبل ما يجي كريم. لحظة الله يخليك. شوف، مليار وشوي، تجي تقول لي 800 بتروح لبنزيما. طيب بقية اللاعبين أنا عندي 14-15. يمكن تصير ميزانيتهم الجاية 3 مليار. ايش دراك؟ أنا اللي تبي تعلن دعم الأمير الوليد بن طلال 220 مليون. هذا بالماضي. اسمعني طيب، خلاص قلتها. طيب خلنا بكمل وجهة نظري. أنا صحح لك. لا التصحيح في العملية أنا أتكلمك محاسبيا الآن. أنا الناس اللي قاعدة تقول إنه ميزانية إنه عقد بنزيما 200 مليون يورو، هذا خبر لا يمكن تصديقه. ليش لا يمكن تصديقه؟ لأن ما يعلنه الهلال هو الذي يمكن تصديقه. لأن الهلال يعلن ميزانية مليار و200، ويعلن دعم الأمير الوليد بن طلال 220 مليون. فكيف أنا أجي أعطي لاعب هو بنزيما 80% من الميزانية؟ وين بقية اللاعبين؟ طيب كيف تستشهد غلط أنت؟ أشهد غلط ليش؟ 30/6/2024 حتى 30/6/20. أصبر حتى 20/6/30 2025. هذا الكلام اللي أنت تقوله. أنا أتكلم أنا يا سيد العزيز، الله فهمني. أنا رجل محاسبات. أنا علشاني رجل محاسبات هذا قديم الكلام. أنا علشان إني رجل محاسبات أعطيك الأرقام بالتقدير. يعني بنزيما يدخل في ميزانية 25/26. أشوف، أنا أصدق تماما ما يعلنه نادي الهلال، ولا أصدق بأي حال من الأحوال، ولا أمرر أن عقد لاعب زي بنزيما عنده 38 سنة ومتراجع مستواه أعطيه 80% من ميزانية الهلال. بقية نجوم الهلال المحترفين، المدربين، كيف يعني؟ أنا أستغرب مثل هذه الأخبار. طيب أنا أعيد المعلومة. ما أعلن الهلال وأعلن عن دعم الوليد هذا بالماضي.
عقد بنزيما يبي يدخل في الميزانيه الجديده اللي 25 26. هو قال اللي عنده وانا قلت اللي عندي. وش تبي تقول مساعد ب 30 ثانيه؟ ابغى اقول يا جماعه، هل بنزيما عقده كامل الهلال ام هناك شركات؟ ابو فهد، الرقم اللي انت كيف قاعد شركات؟ تقراه، لحظه كيف شركات؟ انا اقول الان الهلال من العقد هذا نسبه بسيطه على نادي الهلال. ايوه. الباقي في لجنه الاستقطاب. لا 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 لا, لا اعلن الهلال انه هو هذا اللاعب من عنده 800 مليون كامله، اللي هو المبلغ اللي هو ما ادري وش هو عاد، مثل ما قال سعود واجد مو واجد، بس الهلال اعلن انه بنزيما من عنده، واعلن رئيس الرابطه او متحدث الرابطه وقال انه ما لنا خص في عقد بنزيما، لا استقطاب ولا غيره. اذا بنزيما اسم، طيب. ورونالدو اسم، هذه الاسماء ماركه شكراً. واضافت لدورينا. وايضا غير كره القدم وجماليات كره القدم، هم الان حتى في الدعم اللوجستي طيب. لكرتنا السعوديه لهم دور كبير. شكرا. واتوقع انهم يعني باقل من كذا ما بيعرفوا، بس دوران كم اخذ.